هقول لكم التاريخ بس عشان حضراتكم تبقوا تعرفوا برضه ان احنا ما بنتكلمش يعني كده وخلاص، كلام في الهواء. طيب هرجع لكم للتاريخ واكمل اخبارنا. ابو تريكه مع كابتن حسام البدري ما كانش بيلعب. ابو تريكه مع كابتن حسام البدري ما كانش بيلعب، وكان في مشاكل كتيره جدا ما بين ابو تريكه وحسام البدري في اولى فترات تولي كابتن حسام البدري. احمد حسن وابو تريكه، احمد حسن وكابتن حسام البدري ايضا كان في مشاكل ما بين الاثنين. حل لما تولى كابتن حسام البدري القياده الفنيه. امير عبد الحميد غادر وراح بخناقه طبعا زي ما حضراتكم عارفين. راح المصري، ساب النادي الاهلي في شهر يناير وانتقل، ودي الحادثه القريبه او الشبيهه بحادثه عماد متعب. امير عبد الحميد بعد خناقه انتقل للمصري البورسعيدي برضه في تولي كابتن حسام البدري المسؤوليه. جilberto في تألقه مع النادي الاهلي وبعد التألق الرائع كابتن حسام البدري استغنى عنه وقال احنا ما بقيناش محتاجين جilberto. انا قلت لكم بقول لكم خمس اسماء. عماد متعب هو مش عايزين نقول الضحيه، هو الاسم الخامس. مش هيبقى موجود مع النادي الاهلي، ممكن بعد يناير القادم او في يناير القادم ما نلاقيش عماد متعب موجود في قائمه النادي الاهلي، والا هيبقى السنه الجايه عماد متعب مش موجود. انا بقول لكم الكلام ده وقلته على فكره في حلقه من الحلقات لما اتسالت قلت يا جماعه عماد متعب ده هيكون اخر موسم ليه مع النادي الاهلي حال تولي او حال استمرار كابتن حسام البدري مع النادي الاهلي. انا حصل لي مشكله مع كابتن حسام البدري برضو وسبت النادي ومشيت. يعني دول الست اسماء اللي كانوا موجودين مع النادي الاهلي، 6 اسماء. دول السته اللي كانوا المفترض ان هم كانوا موجودين ومشوا من النادي الاهلي، لكن المشكله اللي هتبقى موجوده على الساحه الفتره اللي جايه اعتقد هتبقى مشكله عماد متعب. النهارده كابتن حسام البدري في التقسيمه او في المران قبل الاخير قبل الاخير يعني باقي يومين على المباراه، مباراه الانتاج الحربي، كان في تقسيمه بتتلعب النهارده وخرج منها عماد متعب والناس المصابه. يعني التقسيمه لما تكون 9 ضد 9 او 10 ضد 10 ويخرج نجم النادي الاهلي عماد متعب من التقسيم. الراجل خرج منزعج، خرج غاضبا، خرج طبعا يعني لعيب نجم كبير، يعني له تاريخ مع النادي الاهلي، له CV كبير جوه النادي الاهلي. الراجل اخر 5 شهور مسجل 3 اهداف، يمكن الاكثر لاعبين اللي سجلوا اهداف خلال الفتره الاخيره هو كان عماد متعب. انا بتكلم على رصاصات الحرب اللي موجوده في النادي الاهلي. الراجل طبعا خرج غاضب زعلان جدا. الاهلي حاول يتدارك الموقف عشان كان في صحفيين وكان في اعلاميين موجودين، ولكن عماد متعب يمكن قال لفظ صغير كده وهو ماشي، فقال يا جماعه انتوا صدقتوا نفسكم كمدربين. يعني بيتكلم مع الناس اللي موجوده، كابتن حسام البدري وايضا كابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض، هو قال اللفظ ده كده وخرج. الراجل ما اعترضش بالشكل، ما شتمش، ما اتكلمش، هو قال اللفظ ده وقام خارج. فجماعه الصحفيين كتبوا ان عماد متعب طبعا خرج متضايق وكده. لكن عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، النادي الاهلي ليه بيتعامل كده مع اولاده؟ ليه بيتعاملوا بالشكل القاسي مع نجومه؟ قبل كده برضو كان في حادثه للكابتن حسام البدري مع احمد حسن، ابو تريكه نفس الموضوع، امير عبد الحميد النجم اللي كان موجود معانا هنا في LTC، وكنا اتكلمنا عن الحادثه ان حصلت مشكله كبيره جدا بين امير عبد الحميد وكابتن حسام البدري، وتطولت المشكله ان يبقى في بقى حذف بالازايز وبالساعات وحاجات كده غريبه، يعني كانت جديده على النادي الاهلي. ايضا جilberto برضه موقف مع كابتن حسام البدري حصل، وانه جilberto خرج زعلان وخرج متضايق ومشي من النادي الاهلي بشكل ما كانش يجب ان جilberto يمشي بيه، مع ان جilberto كان متالق وكان بيلعب مع منتخب بلاده. النهارده الدور على عماد متعب. عماد متعب احنا هنا قلنا في LTC ان السنه دي هتكون اخر سنه دي مع النادي الاهلي، وراهنا على الكلام ده وقلنا يا جماعه عماد متعب السنه دي اخر سنه على الاطلاق. لكن انا عايز اقول كلمتين ببساطه بوجه كلامي للنادي الاهلي ومجلس ادارته. ده انا عايز اقول لكم كمان على حاجه، ده صوره النجم عماد متعب نجم النادي الاهلي وهدافه. عايز اوجه كلمتين صغيرين كده لمجلس اداره النادي الاهلي والناس اللي بتحب النادي والمسؤوله عنه. ليه يا جماعه بتتعاملوا مع النجوم بالشكل القاسي ده؟ انت مش عايز عماد متعب، قول يا كابتن عماد يا تعتزل يا خلاص مش عايزينك، ما تكملش معانا، وانت راجل خدمت النادي كتير، وانت راجل ابن النادي الاهلي واديت للنادي الاهلي بشكل كويس، لكن ما كانش يجب التعامل القاسي مع نجوم النادي الاهلي. ناس بتمشي من النادي الاهلي للاسف نجوم كبار، يعني بيتعاملوا بشكل سيء للغايه، بيتعاملوا بشكل يعني مهين. انا بشوف ان عماد متعب لما يخرج من التقسيمه ده هو بيخرج من ال 18، يعني ال 18 دي
يعني لنجم زي عماد متعب كبير عليه، قاسي عليه شويه. توتي 40 سنه موجود في روما وبيلعب احتياطي وبينزل 40 سنه بس بيلعب وبيشارك وبيسجل اهداف. النهارده لما يكون عندك نجم لازم تجيد فن التعامل مع النجوم، فن التعامل مع الكبار، خاصه ان عماد مش بتاع مشاكل. يعني مش اللي بيشتم ويشوح ويتكلم في الجرايد ويفضل في الاعلام يقول راجل محترم ملوش يعني ما بينتقدش، ما بيطلعش يقول كلام مسيء، ما بيطلعش يجرح في حد. طب ليه على العكس النادي الاهلي ومجلس ادارته ليه الكلام ده؟ ايه اللي بيسيبوا الامور تتفاقم داخل النادي الاهلي؟ النهارده كابتن حسام البدري جه يقعد مع عماد، يا عماد انا مش عايزك، خلاص انا مكتفي بالناس اللي المجموعه اللي معايا، وده احتراف في الاول وفي الاخر، ده احتراف، فلوس بياخدها اللعيب من النادي، والنادي له حق على اللعيب انه يلعب ويتمرن. لكن يجي زي ما بيحصل في اوروبا يا جماعه، هو دي ماريا ما مشي من ريال مدريد وكان نجم متالق عشان يجيبوا جاريث بيل، يا عم مش عايزينك يا دي ماريا، توكل على الله، اي عرض يجي لك، جاله مانشستر يونايتد 50 مليون يورو، يلا السلام عليكم وعليكم السلام، بكل احتراف وبكل احترام، لان دي كوره، وفي الاول وفي الاخر لابد انك تحترم النجم بتاعك، تحترمه وتقدره. كاسياس لما مشي من مدريد مش هنجدد عقدك، خلاص خلاص الموضوع منتهي، انت ابن النادي وكل حاجه ويعني نشيلك فوق دماغنا، بس خلاص في عصر الاحتراف انت النهارده مش هتبقى موجود السنه الجايه، مش هتلعب اساسي. عايز تشوف نادي سنه، عايز تقبل تقعد احتياطي كان بيها. خلاص يبقى المفترض من النادي الاهلي كابتن حسام البدري كمان، لان انا بلوم عليه لوم شخصي يعني، انه كان قاعد مع عماد متعب. عماد انت لعيب محترم، لعيب محترف، لكن انا شايف السنه دي ان مش هيكون لك دور معايا. فبالتالي يا اما تعلن اعتزالك يا اما ترحب من النادي الاهلي. بالشياكه ونسلم على بعض، تمام؟ ونقول لبعض السلام عليكم وعليكم السلام ونحترم بعض. انما كون انه يسيب اللعيب بقى يمرمط فيه، ما يلعبش، يخرج بره ال 18، يطلعه بره التقسيمه. اللعيب ممكن يغلط. طبعا ما هو اللعيب ممكن، لعيب كبير طبيعي لما يخرج بره التقسيمه. يا جماعه انتوا متخيلين يعني ايه لعيب يخرج بره التقسيمه؟ مش متخيلين. دي حاجه كبيره جدا. يعني انا النهارده ده التمرين بره التقسيمه، وبعدين تداركوا الموقف وقاموا دخلوه مره ثانيه. حاجه كمان بتحصل من مجلس اداره النادي الاهلي والغير معتاد عليها جوه المجلس، تجديد تعديل عقد شريف اكرام دون علم مدير الكوره والمدير الفني. مش مهم المدير الفني يعرف، مش مشكله، دي حاجه مش اداريه، يعني مش حاجه فنيه. انما انت النهارده بتعدل عقد لعيب، خلاص يبقى في مدير الكوره على علم بالكلام ده، يبقى عارف تعديل عقد اللعيب ده محتاج انك تقعد مع المدير مع مدير الكوره تستشيره، كمان مع الناس اللي موجوده فوق. انما على طول ترفع شريف من 3.5 مليون ل 4.5 مليون، يعني ما حدش فاهم حاجه، ما حدش فاهم الدنيا بتدار في النادي الاهلي بأني شكل وبأني طريقه للاسف الشديد. ولما بنطلع نتكلم ونقول كلمتين بما يرضي الله الناس بتزعل مننا. اما كتبنا قبل كده على الفيسبوك وقلنا يا جماعه النادي الاهلي للاسف المنظومه لابد ان تتعدل شويه، تتظبط شويه، النادي الاهلي في خطر. الناس طلعوا زعلوا مننا وقالوا ازاي بتتكلم وتقول الكلام ده؟ طب ما هنعمل ايه؟ ما هو لازم نتكلم يا جماعه، لازم يبقى في راي، لازم يبقى في صوت. ما ينفعش النجوم بتتقتل جوه النادي الاهلي وبتتذبح بالشكل ده، ما ينفعش التاريخ بيتهدم بالشكل ده. راجل زي كده تاريخه هيتهدم جوه النادي الاهلي، هيوصلوه ان ممكن او هيوصل عماد لمرحله، ما انت لعيب كوره بقى وخلاص وعايز تلعب وعندك طاقه، هتعمل ايه؟ هتوصل لمرحله انك ممكن تشتم وممكن تتكلم في التلفزيون وممكن تتكلم في الاعلام وتسيء للمدير الفني وتسيء للناس اللي حواليك كلها. طب ما توصلش اللعيب لكده، انت اللي بتوصله، انت كجهاز، انت كاداره. اقعد مع عماد متعب قول له احنا مش عايزينك خلاص في يناير، توكل على الله، شكرا. واحنا على علم جيدا ان عماد متعب جاي له دجله، احمد حسام ميدو كلمه، يمكن قعد معاه كمان واخد رايه. النهارده كان بيكلمني تليفونيا يعني وكيل عماد متعب كابتن نادر شوقي، الاستاذ نادر شوقي كان بيكلمني النهارده في التليفون وبيقول لي والله احنا جوه النادي الاهلي مش عايزيننا اهلا وسهلا، عايزيننا خلاص ما عندناش مشكله. طب في نيه للاعتزال؟ كابتن نادر بالنسبه لعماد قال لك لا نيه للاعتزال على الاطلاق. طب في نيه انه يروح الزمالك؟ قال لك النيه موجوده مفيش مشكله. يعني النيه موجوده لدى عماد متعب حال انتهاء عقده مع النادي الاهلي وعدم التجديد انه يروح للزمالك. فانا بقول لكم يعني الزمالك لو بيكلم متعب فمتعب السنه الجايه يروح الزمالك. ده الكلام اللي قاله كابتن نادر شوقي، استاذ نادر شوقي ده وكيل عماد متعب، ده الكلام اللي قاله، ده الكلام اللي اتقال ايضا من احمد حسام ميدو ان هو برضه عايز عماد متعب في وادي دجله ابتداء من يناير القادم، ممكن يروح اعاره وبعد الاعاره دي ينتقل للزمالك. كل شيء وارد في عالم كره القدم.
لكن اللي احنا عايزين نقوله ونشير اليه مره ثانيه، احترموا النجوم، احترموا لاعبتكم، احترموا اولادكم. دي حاجه مهمه جدا في الكوره يا جماعه، انك تحترم اللعيب. ما بنقولكش لعبه غصب عن المدير الفني، لا ما يلعبش مش مهم، دي وجهه نظر مدير فني واكيد اللعيب بيحترمها، لكن كمان احترام اللعيب انك تديله حقه وتكرمه وانك تتعامل معاه بشكل يعني كانه لعيب كبير محترم، وتحترم تاريخه وتحترم السيفي الكبير بتاع عماد. لا ده شيء واجب من كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، وايضا واجب من مجلس اداره النادي الاهلي. ده اللي احنا بنقوله وده اللي احنا بنتكلم فيه. عندنا اخبار النهارده حضراتكم سريعا عشان نستقبل ضيفنا الدكتور مدحت رشدي، وعندنا موضوع مهم هنتكلم فيه مع ضيفنا الدكتور مدحت رشدي بعد الفاصل. ناخد اخبارنا. الشرقيه يحقق انتصار اول منذ 17 عام. نادي الشرقيه النهارده بالانتصار ده، اخر مباراه كسب فيها كانت الزمالك، الشرقيه والزمالك، الكلام ده سنه موسم 99-2000. يعود بعد 17 سنه الشرقيه ويحقق انتصار في الاسبوع التاسع. الشيخ يقود المقصه للفوز على الداخليه ويصبح الهداف التاريخي للمقصه. احمد الشيخ النهارده نمسك الخشب، بس هو اتعور النهارده، يمكن يعني اصابه ان شاء الله تكون اصابه خفيفه يا احمد، لكنه النهارده بيقود المقصه ايضا لمكسب غالي جدا جدا جدا. المقصه يا جماعه عايز اقول لكم لعب 8 مباريات، كسب 7 مباريات وتعادل في مباراه واحده فقط. عامل ريكورد رائع جدا وعامل انجاز نادي المقصه بشكل كبير. بتروجيت يفوز على النصر للتعدين ويحتل المركز الثالث. بتروجيت يقعد اللقطات. بتروجيت بيكسب النهارده النصر للتعدين. كابتن اسامه عرابي المدير الفني لبتروجيت، كابتن اسامه المباراه اللي فاتت كسبها امام الداخليه. النهارده بتروجيت بيكسب ايضا. بتروجيت 9 مباريات 5 بيكسب، تعادل 4 ولم يهزم في ولا مباراه على الاطلاق. نادي بتروجيت النهارده برضو السنه دي في الدوري العام ما اتغلبش ولا مباراه، كسب 5 تعادل في 4 مباريات، له 19 نقطه. الخبر اللي كنا اتكلمنا عنه من شويه وخبر عماد متعب يغادر مران الاهلي بعد مشاهده. احنا قلنا يا جماعه حتى الخبر ده كمان حسام غالي تدخل، ان كان في مشاهده فعلا بالفعل في الملعب، وحسام غالي تدخل بينه وبين حسام البدري عشان الدنيا تهدى شويه، عشان الامور. حسام غالي طبعا لاعب كبير وكابتن النادي الاهلي، وشاف ان برضه واحد من كباتن النادي الاهلي في مشاهده مع كابتن حسام البدري، فتدخل حسام غالي عشان يهدي الدنيا. وعماد متعب رجع التقسيمه ثانيه وكمل المران. لكن عايز اقول لكم ان بعد المران برضو كابتن عماد متعب قعد مع كابتن سيد عبد الحفيظ واتكلم معاه، هل في نيه للتفريط؟ هل في نيه ان انا امشي؟ هل في نيه للتجديد؟ ده الكلام اللي حصل بعد التدريب النهارده مباشره بين كابتن عماد متعب وكابتن سيد عبد الحفيظ. تحديد ملعب السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. السوبر المصري خلاص هيقام في ابو ظبي، يعني خلاص ده اخر كلام. السوبر المصري ان شاء الله في 10 فبراير القادم هيتلعب في ابو ظبي. ده الكلام الاخير من بريزنتيشن او الشركه الراعيه لاتحاد كره القدم المصري. شافت ان السوبر الاولاني اتلعب بشكل جيد في الامارات، مدينه دبي استضافت النادي الاهلي والنادي الزمالك، والمباراه كانت خرجت بشكل رائع جدا جدا جدا. فشايفين ان هم يكرروا التجربه مره ثانيه، وان ان شاء الله السوبر المصري هيكون موجود في ابو ظبي في 10 فبراير القادم بعد تصفيات كاس افريقيا باذن الله. المنتخب مصر نتمنى فيها المنتخب المصري التوفيق.